الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من نعم الله علينا أن من علينا بالأمن والأمان في أوطاننا، وهذه من أكبر النعم، والإسلام دين الأمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. عباد الله، حرم الإسلام الظلم وقتل النفس التي حرم الله، وحرم الإسلام ترويع الآمنين. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وما تفعله هذه الفئة وهذه الطائفة وهذه الفرقة الضالة المنحرفة، هذه الفرقة التي تطلق على نفسها اسم داعش، من ترويع للآمنين وسفك الدماء المعصومة وقتل الأنفس المعصومة، الإسلام بريء منها. والله هذا غدر، والله هذا غدر ومكر وخيانة. زين لهم الشيطان أعمالهم، يسارعون في الشر ويسارعون في الإثم ويسارعون في العدوان وسلوك سبيل الظلم والطغيان. إنها المسارعة إلى الشر في كل دروبه، تحقيقا للأغراض الخبيثة التي يسلكون إلى بلوغها كل سبيل، وهم كما وصفهم المولى جل وعلا في كتابه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. نعم، هم المعتدون، هم المعتدون. وها هم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والله اهتزت قلوب المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين لهذا الحادث المروع، حيث قام الخوارج بتفجير أنفسهم في مدينة باريس. قتلوا العديد من الفرنسيين وقتلوا العديد من الناس، من بينهم النساء والرجال والأطفال. إنه ولا شك اعتداء سافر على الأرواح المعصومة. والله هذا ليس من الإسلام، والإسلام بريء منه ومن أعمالهم، ويزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. هذه العمليات التي قام بها هؤلاء ليست استشهادية كما يزعمون، بل هي عمليات انتحارية، وهذا عدوان وجريمة كبيرة مكراه، وإن من أعظم الذنوب عباد الله كما تعلمون بعد الشرك بالله القتل بغير حق. نعم،
ومثل هذه الأعمال تجر على المسلمين شرا. كذلك التخريب والترويع، ترويع الآمنين والتفجير، هذا كله تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إن هذا التفجير والقتل عمل إجرامي بإجماع المسلمين. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال جل ثناؤه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه الآيات وهذه النصوص من كتاب الله تدل على تحريم قتل المسلم وغير المسلم بغير حق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت النهي عن قتل البهيمة وعن قتل الحيوان بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الأبرياء؟ هذه امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بميعادها فليس مني. يجب أن يكون موقفنا نحن السلفيون في فرنسا وخارج فرنسا واضحا في حكم الشريعة الإسلامية في قتل الأبرياء والإضرار بالناس. علينا أن نبين أن السلفي لا يقتل الأبرياء، علينا أن نبين أن السلفي لا يفجر نفسه، علينا أن نبين أن السلفي لا يعتدي على الأنفس المعصومة. لا بد أن نبين أن السلفي بعيد عن هذه الأعمال الإجرامية. وأيضا الإسلام يحرم قتل الأبرياء من الرجال والنساء والصبيان، ويحرم الإضرار بهم بجميع الصور. بل إن بر غير المسلم المسالم والإحسان إليه ودعوته للإسلام أمر حث عليه الشرع. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والإرهاب عباد الله ليس سببه التمسك بالكتاب والسنة كما يقول البعض أو كما يتوهم للبعض، بل له أسبابه الكثيرة التي من أهمها وأخطرها الجهل بدين الله عز وجل والفهم السقيم لنصوص القرآن والسنة. ونحن السلفيين ننكر ما يفعله هؤلاء الخوارج من قتل الأبرياء وتفجير أنفسهم زعما منهم أن هذا من إنكار المنكر. والله هذا إجرام، ويزعمون أنه من الجهاد في سبيل الله. في الحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام، أساءوا إلى الإسلام والمسلمين. وأخيرا نقول لكل الناس مسلمين وغير مسلمين إن هذه الأعمال كلها إرعاب وإرهاب وليست من الإسلام في شيء، بل الإسلام بريء من هذا كله. يا شباب الأمة تفقهوا في الدين، يا شباب الأمة اطلبوا العلم واعلموا أن المخرج
من الفتن هو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم فيما أشكل عليكم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. نعم هلكوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، واعلموا حفظكم الله أن هذه الفئة ضالة منحرفة مجرمة، واعلموا أن هذا البغدادي الداعشي المجرم رجل منحرف ضال له من الله ما يستحق. احذروه أيها الشباب، وحذروا الناس منه. يا شباب الأمة اتقوا الله، يا من تريد أن تفجر نفسك فاتق الله واسأل أهل العلم، اسأل الكبار، اسأل أهل العلم قبل أن تقبل على هذا العمل الإجرامي الذي لا يقره الشرع. ولا تسمع لهؤلاء المجرمين الذين يقولون بأن هذه العمليات هي استشهادية. والله يا ولدي هذا إجرام، والله يا ولدي هذا قتل للنفس. اتق الله أيها الشاب. أين عقلك؟ أين خوفك من الله جل وعلا؟ لماذا تروع الآمنين؟ لماذا تسعى في قتل الأبرياء والإسلام بريء من هذا؟ والله إن المخرج من هذه المحنة العظيمة هو التفقه في الدين، طلب العلم النافع الشرعي. نعم، طلب العلم الشرعي. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: أما ما يقوله هذا الفاجر، هذا المجرم الداعشي البغدادي، فهو كاذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجل جاهل لم يعرف بالعلم، إنما عرف بالإجرام. وتفنن الرجل في سفك الدماء وفي الكذب وفي ترويع الآمنين. اتقوا الله أيها الشباب، وعودوا إلى رشدكم، وعودوا إلى عقولكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.